السكر. يا ترى الصيف ولا الشتاء بيلخبط السكر ويعليه؟ خلينا نشوف كده مع حضراتكم ازاي هنجاوب السؤال، وايه هي النصايح اللي احنا عايزين نديها لحضراتكم مع دخول فصل الشتاء. خلينا نجاوب على السؤال عشان نبقى احنا كده بدأنا البداية مع حضراتكم بإجابة للسؤال سهلة وبسيطة. السكر في الشتاء أو الشخص اللي بيتابع سكري، وخلينا أقولها لحضراتكم معلومة عامة بصورة عامة، مستويات السكر في دمنا بتعلى مع فصل الشتاء. أيوة، هي دي المعلومة اللي احنا هنبتدي بيها الحلقة النهاردة. السكر في جسمنا بيبتدي يعلى في فصل الشتاء عشان أسباب كتير، أهمها أن طبعا فيه وسائل دفاعية في جسمنا، بعض الهرمونات اللي هي بتحاول تحسن درجة الحرارة، ويمكن أشهرها الكورتيزون، وبعض الهرمونات الأخرى بتحاول أن هي تعمل تعادل وتوازن في درجات حرارة الجسم، وبصورة غير مباشرة ممكن يرتفع السكر معاها في الشخص اللي بيتابع سكري، سواء كان من النوع الأول أو من النوع الثاني. عشان كده في نصايح مهمة جدا أطباء السكر دايما بيقولوها لحضراتكم مع دخول فصل الشتاء، وخليني برضه أقول لحضراتكم النصايح دي لينا كلنا. أول حاجة وأهم حاجة إن لازم يكون في تركيز في نوع الأكل وكمية الأكل. مقولة إن إحنا في الشتاء ولازم ناكل عشان نتدفى، للأسف المقولة دي مش صح خالص. بالعكس، إحنا لازم نركز كويس قوي في اختيار الأكل وأنواع الأطعمة وكميتها في فصل الشتاء. ليه؟ عشان معدلات الحرق في جسمنا سواء كان الشخص بيتابع سكر أو لأ بتقل شوية في فصل الشتاء. الحركة بطبيعتها بتقل في فصل الشتاء. الأنشطة للأسف برضو بطريقة غير مباشرة بتقل، وإن كانت ده مش صح قوي، بالعكس ده احنا بنقول إن وقت الشتاء الجو جميل والهواء الساقع بيشجع على الرياضة. كل ده للأسف ممكن يؤدي إلى زيادة في الوزن واضطراب في مستويات السكر. عشان كده لازم نتحرى جدا اختيار الأطعمة بتاعتنا في الشتاء. ومقولة ان احنا ناكل عشان نتدفى دي مش مقولة صحيحة، بالعكس احنا ممكن ناكل أكل صحي. في أكلات معينة ممكن ناخد منها كميات محددة زي الفاكهة. وخلينا أقول لحضراتكم هنا بقى على عكس ما كنا بنتكلم في الصيف، فاكهة الشتاء فاكهة في أغلبها آمنة. يعني إيه آمنة؟ يعني لو خدنا منها بمعدل ثمرة إلى 2 إلى 3 مفيش مشكلة. التفاح، البرتقان، اليوستفندي، كلها فواكه بتكثر مع دخول الشتاء، وطبعا غنية بفيتامين سي، ودي بتحسن مناعة الجسم. ومفيش مانع خالص إن احنا يكون أكلنا بكمية موجود في كل الوجبات بتاعتنا ثمرة أو 2 نوزعهم على مدار اليوم. حاول تحافظ على النصيحة اللي احنا قلناها في كل الحلقات قبل كده، إن يبقى عندك ال5 وجبات بتوعك. فطار معتدل، ممكن بعد كده يكون في وجبة بسيطة زي سناك، برضو ممكن تكون في صورة ثمرة فاكهة قليلة السعرات، وبعدين وجبة رئيسية في منتصف اليوم، ثم سناك وعشاء خفيف. مفيش داعي إن احنا نقول إن احنا داخلين ننام فلازم بقى نديها عشاء تقيل أو عشاء جامد عشان أتدفى وأنا نايم. بالعكس، ده هيؤدي إلى التخمة وزيادة الوزن والسمنة. يبقى احنا في الشتاء زي الصيف، بالعكس احنا موزعين أكلنا، مركزين في اختيار الأكل، ما عندناش أي نوع من أنواع الهلع لتناول السكريات أو النشويات عشان نشعر بالدفء. في حاجات تانية وفي نصايح أخرى هنعملها تخلينا نشعر بالدفء. زي مرضى السكر طبعا مهم جدا إن هو يبقى مركز في إن هو تدفئة الأطراف، الإيدين والرجلين، وده مهم جدا زي ما نوهنا قبل كده في الحلقات بتاعة الأعصاب الطرفية اللي ممكن بيزيد التهاباتها أو عدم الإحساس بيها مع البرد. مهم جدا يحصل تدفئة جيدة للأطراف اليدين والرجلين، سواء كانت بالقفازات أو سواء كانت بالجوارب القطنية الثقيلة، مع طبعا فحص دوري لرجلينا يوميا. عشان خلي بال حضراتكم من حاجة مهمة جدا، إن ممكن مع البرد الإحساس بيبتدي يقل شوية، فممكن يحصل نقدر نقول بعض الخبطات أو الكدمات من غير ما أشعر. فلازم يوميا حتى وإن كنت أنا لابس الشراب بتاعي بالليل بغسل رجلي، أنشفها وابص عليها بالمراية من تحت عشان أطمن إن ما عنديش أي جروح أو كدمات. في بعض المشاريب بقى مسموح بيها، ممكن نبتدي ناخدها عشان دي حاجات بتحسن الدورة الدموية، زي القرفة والزنجبيل والنعناع، طبعا بسكر بديل مش بعسل ولا بسكر أبيض، وممكن ناخدها من غير سكر خالص ويبقى طعمها لطيف وجميل. وطبعا المشروبات دي بتحسن الدورة الدموية جدا لكل الناس، وإن بالأخص في مرضى السكر.
وبالتالي يبتدي يشعروا بالدفء في الايدين. بقى نتكلم عن بعض النصايح الخاصه بالاشخاص اللي هم بيتابعوا سكر. اول حاجه لازم تحرص ان انت طبعا مع اختلاف الفصول، ودي نصيحه يمكن في اختلاف الفصول مش مجرد دخول شتاء ودخول صيف، لا، اي تغير في الفصول او في درجات الحراره حتى لو كنت انت من منطقه لمنطقه لازم تبدا تتابع سكرك بالقراءات بتاعت الجهاز بتاعك. ابتدي شوف مع دخلة الشتاء ايه متوسط قراءاتك، يا ترى السكر منتظم، البروتوكول اللي انت ماشي عليه محقق السيطرة على سكرك، ولا انت محتاج تروح لدكتورك ان انت تشوف الجرعات بتاعتك منتظمة مش منتظمة. مع دخلة الشتاء لخبطت شوية في الاكل فالسكر بدأ يعلى، فانت محتاج تراجع الجرعات مع الطبيب بتاعك. دايما مع تغير الوضع المحيط بيك، زي ما بنقول مثلا في دخلة رمضان لازم نراجع البروتوكول بتاعنا مع دكتور السكر، دخلة الصيف لازم نراجع البروتوكول بتاعنا مع دكتور السكر، في الفحص الدوري السنوي لازم يكون في مراجعة مع طبيب السكر. كذلك مع دخول الشتاء مهم جدا ان حضرتك تكون راجعت البروتوكول بتاعك لو لقيت فيه لخبطة في السكر، بالذات لو القراءات ارتفعت، لان كتير جدا بيبتدي الشخص يتابع قراءاته يلاقيها مرتفعة تقول طب ما انا كده كده ملخبط في الاكل. خلي بالك ان في عامل اخر معاك وهو تغير درجة الحرارة، ممكن تكون لخبطت عندك السكر، وبالتالي محتاج تروح لدكتورك تراجع هل الجرعة محتاجة تزيد، هل محتاج تعدل البروتوكول بتاعك، نشاطك قل، كنت بتشتغل في الصيف وبعد كده خدت اجازة في الشتاء ما بقيش تشتغل، عملك كان معتمد على فصل معين ما بقيش تشتغل فيه، فبالتالي محتاج ان انت تراجع الخطة العلاجية بتاعتك مع الطبيب بتاعك. معلومة مهمة جدا برضو يمكن هقولها لحضراتكم، بالذات ان احنا هنا في مصر والعالم العربي كله، فكرة ان انا بالذات الناس اللي هي بتستخدم الانسولين او بتستخدم الانسولين في العلاج او في الحقن، مفيش حاجة اسمها الشتاء دخل انا هسيب الانسولين على الترابيزة في المطبخ او هسيبه على الترابيزة في الصالة، لا، ما زال الانسولين له درجة معينة يفضل ان هو يحتفظ بيها في درج الثلاجة او في باب الثلاجة في الارف، وطبعا مش في الفريزر، حتى وان كانت درجات الحرارة الى حد ما بردت، لان في اختلاف في درجات الحرارة. في ايام بتيجي علينا بالذات هنا في زي ما بقول لحضراتكم في مصر والعالم العربي في اختلاف شديد، مرة درجة الحرارة ممكن ترتفع، يوم تاني تبقى درجة الحرارة باردة، فانت بلاش تلخبط علاجك وتطلع وتدخل، ده هيؤدي احيانا ان العلاج ما يبقاش صالح للاستخدام. ثبت الحفاظ على الانسولين بتاعك في درج الثلاجة او في باب الثلاجة، لان طبعا يفضل دائما ولازم يكون في درجة حرارة من 28 إلى 30 بحد أقصى. فبلاش نقول الشتاء دخل نسيب الدواء بره، لا، زي ما احنا على الشطنة وعلى الإرشادات اللي الطبيب قال لنا عليها. برضو في حاجة مهمة جدا عايزين نفكر حضراتكم بيها مع دخول فصل الشتاء. أي حد بيتابع سكر لازم يكون حريص ان هو يبقى عنده شرايط سكر في البيت عشان يتابع اي اضطراب حاد، ارتفاع شديد او هبوط شديد. ليه؟ لان طبعا مع البرد مش قادر انزل اجيب شرايط، مش قادر اقيس في الصيدليه، بالذات لو انا ما عنديش جهاز في البيت او ان انا ما عنديش حاجه تقول لي انا وضعي فين. يفضل يبقى معانا جهاز سكر في البيت والشرايط بتاعته متاحه عشان لو في حاجه طارئه اقدر الحقها بدري. لان احنا في الصيف اغلب حضراتكم بيقولوا لا وانا معدي، انا رايح راجع من النادي بقيس في الصيدليه وانا راجع من الشغل بقيس، لكن في الشتاء ما فيش حركه، ما فيش تحرك خارج المنزل كتير، فانا كتير بنصح مرضايا ان هم حتى لو ما كانش عنده جهاز قبل، يعني بالذات لقياس السكر، بالذات الناس اللي بتاخد انسولين، لازم يكون في جهاز سكر جاهز، الشرايط بتاعته جاهزه عشان